ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل اكلة شتوية من احلى الاكلات الشتوية اللي كلنا بنحبها، القلقاس بالخضرة. هنعمله بطريقة سهلة قوي ولذيذة قوي وان شاء الله تعجبك قوي قوي. القلقاس اللي استخدمته واحدة بس، وزنها كيلو وربع. دايما استخدمي قلقاسة واحدة بالوزن اللي انت محتاجاه علشان السوى يبقى واحد. هنقطع الجزء الزيادة اللي فوق كده، ولاحظي وانت بتشتري دايما الجزء ده يبقى لونه بينك قوي. بعد كده هنقطع القلقاس شرايح بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولاحظي طبعا ان احنا مش هنغسل القلقاس خالص، فدايما في ايدك فوطة مطبخ كده او مناديل مطبخ نشفي بيها القلقاس بالشكل ده. هتلاقي بقى التقشير بتاعه سهل قوي، هتمسكي شريحة شريحة كده منه وتقشري، هتلاقي تقشيره سهل قوي. وبرده الفوطة في ايدك كده او مناديل ورق ونشفي باستمرار ونضفيه. قطعت بقى الكمية كلها وقشرتها الأول، وبعد كده هتقطعيها شرايح بالطول بالشكل ده، وبعدين مكعبات صغيرة وتنشفي برضو بالفوطة. عملت بقى الكمية كلها الأول، وبعد كده الخضرة اللي هنستخدمها. أنا استخدمت ربطتين من الكزبرة الخضراء وربطتين من السلق. بالنسبة للسلق هناخد الورق الأخضر ده بس. هنقطع الزيادات دي نقصها كده بالمقص وشيليها خالص، وهناخد الورق الأخضر. اعملي الكمية كلها كده. وبعدين بالنسبة للكزبرة الخضراء هتقرطفيها زي ما بنقرطف الملوخية، هناخد الورق الأخضر بس، العيدان بتاعتها لأ. في درق الخلاط بقى حطيت السلق والكزبرة وضفت لهم نص كوباية مية. لو لقيتي الخلاط مش بيشتغل بسهولة على الكمية دي زودي المية، أو لو تحبي تحطي شوربة مفيش مشكلة، مرقة يعني مفيش مشكلة. بعد بقى ما ضربتهم في الخلاط كويس قوي بالمصفى كده وتصفيهم، وتفصلي بقى الطفل ده تشيليه على جنب، والمادة الخضراء أو العصير الأخضر ده على جنب. بعد كده في حلة على النار حطيت معلقة سمنة، ونزلت بقى القلقاس بتاعنا كده يتحمر، ياخد بس تشويحة بسيطة كده دقيقتين بس، هيتغلب بالمادة الدهنية ويسخن كده. بعد كده هنضيف له الشوربة بتاعته. حطيت بقى الشوربة، ولاحظي ان الشوربة تكون دسمة شوية. غطيت كده القلقاس بالشوربة وتغطي بقى وتسيبيه لما يغلي، هدي عليه النار شوية. أنا شفته بعد 10 دقايق كده لقيته لسه ما استواش، غطيت وسبته كمان 5 دقايق، وبعدين بقى شفته لقيت الخلطة بتتقطع بسهولة كده، خلاص كده استوى. ضفت له بقى العصير الأخضر أهو بتاعنا ده، وتقلبي كده وتسيبيه على النار كمان 5 دقايق. ولاحظي بقى في الوقت ده ما تغطيش الحلة، لأنك لو حطيتي الغطا وغطيتيها يعني وسبتيها، اللون الأخضر ده بقى هيسود مننا، فسيبيها كده إيه من غير غطا. في طاسة تانية على النار حطيت معلقة سمنة و5 فصاص توم مفرومين. وبعدين ضفت الطفل بقى اللي عندنا ده. بعد دقيقة كده يعني التوم يا دوب بس إيه، ريحته تطلع وتضيفي ده ما ياخدش لون يعني. هنضيف بقى ونقلب، قلبي بقى باستمرار، هو هياخد معاكي وقت شوية يمكن حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، لحد المية الزيادة خالص اللي في الطفل الأخضر ده هتروح، واللون بقى يبدأ يغمق بالشكل ده والتوم يبقى ذهبي كده. هنضيف له بقى دلوقتي معلقة صغيرة كزبرة، ونقلبها دقيقة كده أو دقيقتين، وكده خلاص التقلية دي بتاعتنا بقت جاهزة. القلقاس بقى بيغلي على النار اهو، هنزل عليه التقلية بتاعتنا، ودقيقة واحدة كده وننزله. جميل قوي وريحته تحفة. والشوربة بتاعت القلقاس طعمها حلو قوي قوي. هيعجبك قوي قوي بالطريقة دي، لازم تجربيه. اعملي بقى جنبه رز ابيض او رز بالشعرية، رز بلسان العصفور، اي نوع رز جنبه هيبقى حلو قوي وبألف هنا. انا عملت جنبه رز بالخلطة، عملتهولك في فيديو تاني هنزلهولك برضو قريب. عملته بطريقة حلوة قوي ولذيذة قوي، هوريهولك دلوقتي. ادي الرز بتاعنا، انا عاملاه بالكبد والقوانص كده وشوية مكسرات بسيطة، بس طالع لذيذ قوي. زي ما بقولك هنزلهولك في فيديو بقى تاني لوحده. وبألف هنا، ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.